لجنة الحكام تشيد بالحكم مصطفى الشهدي بعد تأكيد صحة قراره في لقطة محمد علي بن رمضان بمباراة الأهلي وسموحة. المدرب الدنماركي ياس تروب تجاهل متابعة مباراة الزمالك وزد اف سي وقاد ودية فريق الشباب. راحة للاعبين والاكتفاء بتدريبين قبل مواجهة زد. وليد صلاح الدين يغير رقم هاتفه بسبب الاتصالات الصحفية المزعجة. إصابة ياسين مرعي بشد في العضلة الضامة وغيابه أسبوعين على الأقل. زد المقاولون الطلائع، واحتمال الغياب أمام الترجي. تجهيز تريزيجيه للعودة تدريجيا أمام زد تمهيدا لمشاركته أساسيا لاحقا. محاولات لتجديد عقد كوكا مع الأهلي واتصالات لشراء مروان عثمان نهائيا من سيراميكا كليوباترا. وكيل اللاعبين آدم وطني يسوق محمد عبد الله لأندية أوروبية. مدرب الترجي باتريس بوميل يحذر لاعبيه من التفكير في الأهلي مبكرا. إصابة علي معلول بالكاحل وغيابه أسبوعين عن الصفاقسي. عماد النحاس يميل للراحة حتى نهاية الموسم بعد الرحيل عن الزوراء. شبكة أونو سبورت تطلق قناة أونو سبورت ماكس. تقارير إنجليزية: محمد صلاح يفضل الدوري الإيطالي بعد ليفربول رغم عروض السعودية وأمريكا. صحيفة سبورت: برشلونة يستهدف عمر مرموش. خالد عبد العزيز: تطوير الدوري المصري يتطلب تشفير البث ورفع أسعار التذاكر وهو صعب حاليا لأسباب اقتصادية. عوائد البث الحالية ضعيفة، تقريبا 20 مليون جنيه لكل ناد، والتذاكر منخفضة مقارنة بأوروبا. استبعد الترشح لرئاسة اتحاد الكرة أو نادي الزمالك حاليا لعدم التواصل مع الجمعية العمومية. المجلس الأعلى للإعلام لا يملك سلطة على يوتيوب والسوشيال ميديا، ويكتفي بمخاطبة المنصات أو منع ظهور المخالفين فضائيا.